اغني دلوقتي حلو طبعا بجد يا دي الهنا يا ريت. هتقولي ايه؟ اقول ايه؟ بلاش فول بقى، حاجه غير الفول. كلمة زعلان فول ليه؟ عايزين حاجة حاجات تانية. ده قال لك اخف كمان شويه. كلمات كويسه، امن قومي. جميله، امن قومي جدا أمن طبعا. قومي. مش كده مسنودين بالفول هنستلم بالظبط، بيه. محدش يقدر يتكلم. واكل قوي. اكل قومي. طب ما تخلينا النهارده كده انا قولي لنا حاجه حاجه كده لايقه على لايقه على رمضان. حابه تقولي حاجه لمصر، حاجه تلفزيون بلدنا، عايزه تقولي. لما تلاقي الجد في ايده حفيده والناحية التانية سبحة في ايده، لما تلاقي الجد في ايده حفيده والناحية التانية سبحة في ايده، الطفل في عينه بريء وفي وشه احساس بريء، لسه جايب جلابيته النهارده وبينده وسط الطريق ويقول له يا جدو، ويمسك ايده ويشده ويقول له انا عايزه اتوضى، ويقول له يلا نصلي العصر، يبقى انت اكيد في مصر. انت اكيد في مصر. يلا اديها مذيع. انت اللي استفزتني. مذيع. ايه اكتر الحاجات اللي انت مفتقدها في رمضان عن زمان؟ باعتبار ان انا من زمان من الهكسوس يعني. العفو معرفش عنده السؤال العادي والله سؤال مش مغرض على ان فكره. ايه اللي في حياتك جميل في رمضان؟ ايه اللي انت افتقدته في رمضان دلوقتي عن الفتره زمان في حياتك انت؟ لا شوف، هو في طبعا احنا دايما يعني ايه نحس انه زمان كان افضل في كل حاجه يعني، بس احنا عاده بنفتكر الافضل اللي كان زمان. يعني انت تفتكر مثلا لما كنت تقف في ميدان التحرير تشوف الهرم، لو انت من العمر ده يعني، انا من العمر ده اللي كان بيقف في ميدان التحرير او في ميدان جامعه الدول العربيه في اللي هو ميدان سفنكس دلوقتي. في الهرم تشوف الهرم دلوقتي ما يتشافش طبعا. دلوقتي في غسيل جنب الهرم، يعني بينشروا غسيل في نادي السمان، بتبقى لو شفت مشهد اوباما هتعرف اوباما كان ماشي هو الدكتور زاهي حواس والغسيل منشور وراه يعني. فانت دايما تفتكر الحاجات الجميله، انما احساسنا برمضان عايز تحس بيه كويس قوي ما تقضوش في مصر. لا بالعكس هتفتقد قد ايه رمضان وتحس انه حتى دلوقتي لسه جميل، لسه حلو، لسه واحنا جايين في الطريق لحد ما نوصل هنا شايفين الزينه اللي بتتحط. الناس بقت غلابه قوي يعني، والناس ظروف الاقتصاديه بقت في منتهى الصعوبه، ولكن مع ذلك لسه محافظين على المشاهد اللي مخليه رمضان في مصر مختلف عن اي بلد تانية في العالم. النهارده طبعا مثلا كانت الدنيا فاضيه جدا، المرور كان فاضي والناس كانت مستغربه. اول يوم رمضان زي يعني عامل زي ماتش الكوره كبير، زي يعني النهارده الدنيا بجد. لا والله يا شفكي في السنين اللي فاتت كان اول يوم في رمضان في المرور تعيس على الجميع. النهارده الحاله يمكن اروق شويه، يمكن عشان يوم اولا يوم سبت البنوك والسفارات واحتمال برضو اجازه. الجو الحر برضه مخلي الناس كتير تقعد في البيت ما تخرجش، وفي طبعا مصالح حكوميه كتير السبت بتبقى اجازه. انما في كل الاحوال المشهد اللي احنا فيه دلوقتي والمشاهد اللي موجوده في شوارع كتير في مصر وسهر الناس اللي موجوده دلوقتي بتشوفنا، ده مش موجود في اي بلد تاني في العالم. وبالتالي انت ضغطت عليك ظروف تانية شويه خليتك ما تشوفش في احيان كتيره حاجات كتيره حلوه لسه حاصله في مصر. بيضغط عليك الزحمه، بيضغط عليك الظروف الاقتصاديه بتاعت الناس، طابور العيش اللي الناس بتروح تقف فيه، ولما تجيب العيش ليه ما تاكلش؟ فالناس هتتكلم في العيش، مش هتتكلم انها هتقعد تتسحر مع بعض وهتحس بمشهد تراثي او بألفة او بجو اسري. ايه يا عم في ايه؟ لا والله مش هنبقى يا عم، انا هتضرب النهارده. هشام ايه بقى؟ انت جايب لي انا ترمس. ايوه هو قال لك الكلام ده ايه؟ هو بيقول لك ايه؟ هنتسلى احنا هنتسلى. محمد عايز حمص شام؟ ترمس حضرتك ترمس بالشطه. اطلب حمص شام هجيبه المجد. انا هجيب لك بقى مافين كيك. مافين، خد بالك مافين. طب ممكن كبسولتين مافين كيك ده. بس انا عايزه اقول حاجه فعلا، انا يمكن مش مصريه واتربيت وعشت هنا في مصر. مصر يا جماعه ليها طعم تاني. يعني اهلي بيكلموني وهم بره يقولوا لي ايه الاخبار في مصر، رمضان عامل ايه، الحسين رحتي حسين السنه دي، طب احنا لازم نيجي نقضي يومين. يمكن انا عشان عايشه بقالي كتير في مصر في حاجات اتغيرت لكن ما حدش يقدر ينكر انه احلى يعني انا عرفت الفانوس هنا في مصر
الحسين، السحور، حاجات كتير قوي مختلفه، حاجات كتير كمان مرتبطه يعني بالطقوس ما بتتغيرش. يعني مثلا عارفه شيرين، من امبارح مثلا بقول ايه، انه اغنيه رمضان جانا حتى الاجيال الجديده ممكن تقول صوت عبد المطلب صوت يعني بالنسبه لهم في الراب والبوب والمش عارفه ايه، لكن يجي رمضان لا ما ينفعش ما تبقاش موجوده على شاشه. انا عايزكم لا تدوقوا يعني بقى حتى حضرتك اولادي صغيرين اتفضل يا حبيبي اتفضل. بس اما رحنا نجيب فوانيس قالوا احنا عايزين الفانوس اللي بيقول رمضان جانا. يعني هم رمضان عندهم مرتبط بده، تكون عايشه جنب مع الترمس الشهر. حضرتك. وانا بحس كمان ما اعرفش. ده سبرينج رول. لا عارف بركه شهر رمضان بجد عمل ايه؟ انا بصالحك اهو كده انا بصالحك اهو شايف السحور اختلف. لا انا عايز اعرف انت جايب الترمس ومعاه معلقه ليه؟ علشان حضرتك تحس ان انت في مصر. يبقى اكيد طب انا شوف